كيف تجعل العميل يشتري منك الآن دون أن يتركك ويذهب، وإذا ذهب يعود مجددا؟ هذا السؤال مهم بزاف لأي صاحب بزنس أو مسوق أو حتى فريلانسر يقدم خدمات. علاه؟ خاطر العميل اليوم ماشي سهل، ماشي أي واحد يقرر يشري ولا يبقى معاك دايما، لازم تفهم عقليته ولازم تلعبها صح. لكن خليني في البداية أقول لك لا تنسى أن تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد. وفي أثناء مناقشات حقيقية حصلت مع عدد كبير من الشركات ورواد الأعمال، كانت واحدة من أهم النقاط اللي طرحوها هي: هل تبيع منتج واحد فقط ولا تبيع أكثر من منتج في نفس الوقت؟ شوف خويا، لازم تفهم باللي كاين اختلافات في طريقة التعامل مع العميل، سواء كنت شركة في التدريب أو التعليم أو الخدمات أو أي مجال آخر. العميل يتواصل معك على الواتساب أو هاتفيا أو أونلاين أو فيس تو فيس. السؤال: هل صح هذا العميل اللي يتعامل معك لأول مرة؟ هل أنت تبيع له أكثر من منتج ولا تبيع له منتج واحد فقط؟ كاين الناس تقول بيع منتجات بزاف باش تربح أكثر، والناس أخرى تقول بيع منتج واحد باش تسهل عليه عملية الاشتراك. أنا نقول لك اللي راح تجيب لك النتائج وتخليك من نفسك تعرف. لما تفهم حقيقتين عن العميل: أول حقيقة، العميل عنده استعداد أن يدفع لك مئات الآلاف لكن بفترات زمنية مختلفة. العميل ما عندوش مشكلة أن يدفع لك 10,000 أو 100,000 لكن في فترات زمنية مختلفة. العميل مستعد يخلصك، صح ماشي مرة واحدة، يعني العميل يقدر يخلصك مبالغ كبيرة إذا عرف باللي راك توصل له قيمة وخدمتك تستاهل. إذا رجعت ويدفع هذا الرقم دفعة واحدة، يعني 10,000 100,000، راح يخاف ويشعر بالقلق ويشعر بالتردد ويشعر بقرار كبير. الحقيقة الثانية: أفضل طريقة للربح من العميل هو أن تربح منه على المدى الطويل، فترة إقامته معك. يعني العميل موجود معك، فأنت تقول أنا خلال سنة سأربح من العميل 10,000 20,000، أفضل من أنك تقول ربحت منه مرة واحدة 1000 أو 2000 أو 5000. هذا ليس نجاح. النجاح الحقيقي هو العميل أن تربح منه على مدى طويل، طول فترته معك، طول فترة إقامته، طول فترة هو يشاهدك وهو بيتابعك. الربح الكبير هي كي تبني علاقة طويلة مع العميل. هذا يدينا إلى ماذا؟ أنه هل نبيع منتج واحد أو أكثر من منتج في نفس الوقت؟ بيع منتج واحد. لماذا؟ لأنه راح تسهل على العميل عملية الاشتراك. مثلا يجي لك العميل عنده مشكلة في المبيعات وفي إدارة المالية وفي التسويق وفي مشاكل كثيرة. الحكمة تقول اجعله يركز في مشكلة واحدة فقط، حل هذه المشكلة، بعدها تعرض عليه خدمات أخرى. اعرض عليه خدماتك بعد ما يدفع لك أول مرة. كاين قاعدة جميلة تقول إن أفضل وقت للبيع مرة أخرى للعميل هي في المرة الأولى. وش معناها؟ يعني كي العميل يشري منك أول مرة راح يكون في مرحلة الشراء، عقليته مفتوحة ونفسيته مهيئة يواصل الشراء. هنا يستغل الفرصة، بصح ركز أول مرة، سهلها عليه وما تعقدهالوش، خليه يشري حاجة واحدة تحل له مشكلة معينة. وشوف معايا، البيع هو عبارة عن ماذا؟ البيع هو تسهيل قرار الشراء للعميل بما يفيد مصلحته. الغلط الكبير أنت لما تقعد تصعب قرار الشراء عن طريق زيادة المنتجات، تحاول تبيع كل شيء في أول مرة. كاين بزاف الناس يجيهم العميل يبدأ يعرض عليه كل شيء عنده، ما يفهمش وش يشري، يتقلق ويقول لك الجملة اللي تقتل أي مبيعة: نفكر ونرجع لك. أكثر اعتراض ما عندوش حل للأسف. لما تصطدم فيه باش تحلها عندها طرق طبعا، لكن الأفضل أنك ما تصدمش فيه. فالأفضل دائما أنه تبيع منتج واحد يحل مشكلته ويفيده ويسهل عليه قرار الشراء. بعدها تدريجيا أبدأ تعرض عليه خدماتك أخرى. هنا تلقى خلال فترة وجوده في حياتك يدفع لك أكثر من مرة. كان 3 أمور أو 4 راح نتكلم عليها فيما بعد إن شاء الله في فيديوهات قادمة. طور أي بيزنس، منها أنك أنت تخلي العميل يشتري منك أكثر من مرة، العميل يدفع لك أكثر من مرة، العميل يبقى عنده ولاء لك. هذا يطور البيزنس تاعك. الخلاصة: حاجتين لازم تفهمهم على العميل. العميل يقدر يخلصك مبالغ كبيرة بس على مراحل. أفضل طريقة تربح بها هي تربح منه على مدى طويل، ماشي مرة واحدة وتخسره. وهنا وصلنا للخاتمة. قل لي رايك في التعليقات، وش رايك في هذه الاستراتيجية؟ انت شريت من عند واحد ومن بعد وليت ترجع له دائما؟ اكتب لي تجربتك في التعليقات، حب نقرأ تعليقاتكم كامل. وإذا عجبك الفيديو دير لايك باش يوصلك جديد، خلي تفاعلك يشجعني نزيد نخدم أكثر. إذا أول مرة تشوفني دير اشتراك وبارطاجي الفيديو مع أصحابك، راهم أكيد محتاجين يسمعوا هذه النصائح. والسلام عليكم.